النهارده واحنا على بعد امتار تقريبا من اكبر مشروعات قطاع خاص موجوده في العاصمه الاداريه، وهي مشروعات شركه نايل ديفلوبمنت. الرساله اللي عايزين تقولوها للعالم ايه؟ رساله ان زي ما في منتجات عالميه ومنجزات عالميه حصلت وحققتها الدوله المصريه في المكان اللي احنا فيه ده، اذا كان مسجد مصر ولا الحي الحكومي ولا مجلس النواب ولا مجلس الشورى، ان القطاع الخاص ان شاء الله لازم يطلع نفس المنتجات العالميه اللي الدوله المصريه عملتها وحققتها قدامنا كلنا. فاعتقد ان دورنا كقطاع خاص ان احنا المنتجات والمنجزات اللي نعملها لا تقل ابدا عن المستوى العالمي اللي احنا واقفين فيه حاليا، وده المستوى اللي مصر تستحقه. وده ان شاء الله تكون غيرة حميدة تنتشر فينا كلنا وتطلع احنا كلنا نقدر نعمل اعظم حاجة في العالم، لان احنا مصريين حضارة 7000 سنة عملنا كلنا في تاريخنا منجزات هائلة، ولكن في الفترة الأخيرة ما حصلتش المنجزات دي حاصلة. فالدولة المصرية خدت على عاتقها ان هي تطلع لنا منجزات عالمية. احنا في عظمه هنا، انا شايف ان احنا واقفين في عظمه بجد. فالعظمة دي لازم القطاع الخاص منتجاته ومنجزاته لا تقل عن العظمة اللي حصلت، وان شاء الله ده اللي هيحصل باذن الله. انتوا عارفين ان انتوا حضراتكم النهارده وريتوا كام واحد العاصمه الاداريه بشكل مختلف؟ بصراحه الابطال الحقيقيين اللي طلعوا المنتجات دي، الابطال الحقيقيين الرئيس السيسي صاحب الفكره واللي تابع واللي قاتل عشان نشوف الانجازات الهائله، المنتجات والمخرجات العظيمه اللي موجوده دي. والمخرجات العظيمه اللي موجوده دي اكيد كان في مدخلات وجهود هائله وجباره وراها. احنا اثبتنا المصريين اذا ارادوا استطاعوا، اذا ارادوا يعملوا مستوى عالمي نفخر بالعالم هيقدروا، وعملوا وتحدوا كل الظروف. واحنا سميناهم الشباب المصري او المصريين اللي ما صدقوا يتولدوا، المصريين اللي ما صدقوا يتولدوا، اللي هم هيقاتلوا وهيعدوا اي ظروف. عقليه ويلكم تشالنج، عقليه مفيش اعذار، عقليه هنعملها. عقليه المصريين اللي ما صدقوا اتولدوا، اللي هم بيستمتعوا بالحياه، عارفين قيمه الحياه، عارفين ان هم اتواجدوا عشان يضيفوا قيمه كبيره للحياه، بيتمسكوا كل يوم، بيستمتعوا بيه، بيستخلصوا منه اقصى منجزات ممكنه. فالجينات اللي طلعت في هذه المنشات اللي احنا شايفينها باذن الله تنتشر عندنا كلنا في كل بقاع مصر نتمنى، وعلى الاقل عندنا في نايل في مشاريعها.